السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان أنواع الروابط في القضايا المركبة. عندنا يا شباب هنا مجموعة من الروابط بنلاقيها في القضية، لازم نركز مع بعض عشان لما يجي في الامتحان نعرف نوع الرابطة هنا. وفي كلمات أو في ألفاظ بتبقى بنسميها مفاتيح الرابطة، لو احنا شفنا مثال أو شفنا جملة نقدر نحكم عليها ايه نوع الرابطة اللي موجودة في الجملة. أول حاجة عندنا اللي هو نوع الرابطة، عندي العطف وليه اسم تاني الوصل. ركز مع بعض يا شباب، اسمه العطف أو الوصل. العطف او الوصل ده بنستخدم فيه ايه؟ بنستخدم فيه الحرف اللي هو واو ولكن وحتى. واو ولكن وحتى. نيجي نقول مثلا نام الحارس واستيقظ اللصوص، واو دي هنا وصل او عطف. غادر حسام لكن نبيل بقى، لكن هنا يا شباب هنا تعتبر عطف او وصل. فدي كلها يا شباب بنسميها مفاتيح الرابطة. لو احنا شفنا الحروف دي في الجملة نعرف على طول نوع الرابطة ده ايه. يبقى رابطة الوصل او العطف بيبقى فيه كلمات او حروف دالة عليها. طيب تاني حاجة عندي السلب او النفي. السلب او النفي يا شباب بنستخدم فيه لا او ليس او ما. اقول مثلا ما كل ما يلمع ذهبا، ليس إذا كان الجو صحوا كان ممطرا، الجندي لا يهاب الموت. فهنا دي لا وليس وما دي تعتبر من أدوات السلب أو النفي. تالت حاجة عندي يا شباب الفصل، وبنستخدم فيه الحروف أو إما أو. أقول مثلا سأذاكر دروسي أو أستمع إلى الموسيقى، أو أقول إما أن تشاهد التلفاز أو تذاكر دروسك. فهنا دي تعتبر رابطة من الروابط اللي هي الفصل. رابع رابط عندي اللي هو الشرط. إذا بنستخدم فيه إذا أو لو أو إن. أقول مثلا إذا زرتني سأكون في انتظارك، أو إذا أمرت السماء ابتلت الأرض. فهنا عندي أداة اللي هو الشرط، هنا بشترط، وأداة الشرط هنا بستخدم إذا ولو أو إن. فهنا مثلا أقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القطر، أو إذا وقع ظل القمر على الأرض حدث الكسوف. فهنا بشترط، في هنا شرط. خامس حاجة عندنا اللي هو التشارط، وبستخدم فيه إذن وفقط إذن. دايما التشارط معروف بالثلاث حروف دول المتصلين مع بعض، إذن وفقط إذن. أقول ستدخل الدرس إذن وفقط إذا اجتزت الاختبار، أو ستتقدم مصر إذن وفقط إذن إذا حققت التنمية. سوف ينجح الطالب إذا وفقط إذا كان شديد الاجتهاد. ستنجح العملية إذن وفقط إذا كان الطبيب شديد الحرص. فهنا اسمه رابط التشارط. في عندي يا شباب انواع رابط الفصل، ودي معلومات عشان لو جالي سؤال في الامتحان. عندي في فصل قوي، هنا بيستحيل جمع الاختيارين معا في نفس الوقت. مثلا نقول اما ان تكون ذكر او انثى. وفي عندي مثلا فصل ضعيف، هنا ممكن اجمع الاختيارين مع بعض، اقول اما ان تكون مهندس او معلم، او تكون لاعب كرة او تاجر. فهنا في حاجة اسمها فصل متصل وفصل منفصل. بعرف الفصل المنفصل ازاي؟ لما يكون في الجملة فيها اداة او زائد اداة السلب، اقول اما ان تذاكر او لا تنجح. اما المتصل يا شباب ما بيكونش فيه اداة نفي، ما بيبقاش جواه اداة نفي. فانا عندي انواع القضية الشرطية. في عندي قضية بنسميها شرطية متصلة ومنفصلة. المنفصلة بيبقى فيها رابط الشرط اذا وزائد النفي. اقول مثلا اذا ذكرتني فلا اكون في انتظارك. لو عجبكم الفيديو يا شباب دوسوا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد.